أنا نورة من بودكاست قعدة صراحة. خلينا نجيب قهوتنا ونقعد نحكي بصراحة. النهاردة احنا مش بس هنحكي، احنا هنرمم كل اللي انكسر جوانا. عارفة الإحساس ده لما الدنيا تلف بيكي فجأة وتحسي إنك مش فاهمة أي حاجة، وتسألي نفسك هو أنا قصرت؟ هو أنا ببالغ؟ الخذلان في أوله بيبقى شبه الغرق، ما تبقيش عارفة تاخدي نفسك. بس أول خطوة للنجاة إنك تعترفي وتقولي أيوة أنا اتوجعت وده حقي. ما تكتميش الحزن والوجع جواكي، احنا لسه في أول الطريق. ليه الخذلان بيكسر الروح؟ الخذلان مش موقف بايخ، ده كسر الثقة. احنا بنتوجع عشان بنبني سقف توقعاتنا في السما مع ناس مش عارفين يمشوا على الأرض. الوجع اللي في عظمك ده سببه إنك كنتي فاتحة أمانك على الآخر. النهاردة إحنا بنطبطب على قلبنا. أنا بطبطب على قلبك وبقولك طبيعي تتكسري لما تدي كل حاجة لشخص ما يستاهلش ولا حاجة. بصي في المراية وخليكي صريحة مع نفسك. انتي كنتي شايفة الريد فلاجز من الأول، كنتي شايفة تجاهله، بروده، عدم تقديره، بس كنتي بتكدبي نفسك عشان تجملي الصورة. النهاردة بنقول بلاش تلومي نفسك انك كنتي جدعة، بس اتعلمي ان الحب مش معناه اننا نغمي عينينا عن الحقيقة. محدش فينا بيمشي من أول غلطة، احنا بنمشي لما خزان الصبر بيفضى. الخذلان بيبدأ بمواقف صغيرة بنعديها لحد ما تيجي لحظة تافهة جدا بنبقى خلاص هننفجر. ما تقوليش أنا مشيت عشان سبب بسيط، قولي أنا مشيت عشان مفيش مكان لفرصة تانية. يعني إيه أستغنى؟ يعني أقرر إن وجودي غالي وإن غيابي لازم يكون عقاب للي مقدرش ده. الاستغناء مش قسوة قلب، أنا بوفر طاقتي وحبي للي يستحقها، بسحبهم من اللي استنزفهم. الاستغناء هو إنك تقولي أنا أقدر أعيش من غيرك بس ما أقدرش أعيش من غير كرامتي. أكتر حاجة بتخلينا نفضل في وجعنا هو الخوف من الفراغ. الخوف هو مين هيكلمني، هسهر مع مين. الخوف ده وهم اللي بتحس بيه في الأول هي أعراض انسحاب من علاقات كانت شبه إدمان. عدى الخوف ده هتكتشفي بعد كده إن وحدتك أنضف بكتير من لمتهم الكدابة. بعد ما بتمشي بيجيلك صوت بيقولك يمكن قسيتي، يمكن لو كنت صبرتي أكتر. ده مش صوت ضميرك، ده صوت التعود. انتي ما ظلمتيش حد لما اخترتي نفسك. افتكري دايما ان ده وسيلة دفاع عشان قلبك ما يضعفش ويرجع لمكان كان بيأذيه. دلوقتي المكان فاضي، حتى دماغك هديت. الفراغ ده مش فشل، ده فرصة عشان تبدأي ترتبي حياتك من أول وجديد. جربي هواية قديمة، اشربي قهوتك في هدوء. في الفراغ ده ابدأي اسمعي لصوتك، اسمعي لصوتك اللي كان غايب وسط الدوشة. عارفة ايه أحلى حاجة في البعد؟ إنك ما بقيتيش مستنية رسالة، ما بقيتيش مستنية تقدير، ما بقيتيش تفضلي طول الوقت تفسري نظرات الناس ليكي. السلام ده اللي وصلتيله هو أكبر مكافأة ممكن أي بنت توصل لها.